السلام عليكم، يلا بينا نشوف يوم في حياة طالب مغترب بيدرس في تركيا. Get ready with me. Ta-da-da-da. ليها ساعة لازم نبدأ. ليه ساعة عشان نمشي؟ تعالوا كلكم هون. كده اللوك النهائي. طبعا أول حاجة لازم نعملها أول ما ننزل الصبح كده عشان نروح الجامعة، لازم نروح نشوف نجيب لنا حاجة نفطرها. طبعا مش هنمشي من غير فطار، هاخدكم معايا كده أول ما أدخل بيم عشان أجيب حاجة نفطر. Arabayı şarjı takmıştın değil mi? عندي برضه حاجة إزازة ب4 وربع. عندي كده نجيب بسكوت، 2 بسكوت، بس ممكن 2 بالكيلو بس. ممكن نروح نحاسب. جبنا الفطار اهو. هو ده الفطار دلوقتي يعتبر اقل حاجه هنا، اقل فطار في تركيا. يعني انت عشان تجيب حاجه بقى حلوه تنفع بتبقى غاليه، بس انا بالنسبه لي كسائل انا كده حلو اوي. طبعا الشارع ده اللي بيودي للمتروبوس، الشارع ده كله من اوله لاخره تلاقي فيه الناس اللي هم بيبيعوا من الحاجات دي، قاعدين في كل حته، مترصصين في كل حته. هم اسمهم في مصر البائعين الجائلين. موجودين في الشارع دوت كله من اوله لاخره. كل اللي انت عايز هدوم، جرابات للتليفون، محافظ، سكرينه للتليفون، بس حاجتهم حلوه ورخيصه. يعني حاجتهم مقارنة بالأسعار اللي بره في المحلات، لا الحاجة حلوة والحاجة رخيصة. يعني بره في المحل أسأل يقول ب 300 ليرة، هنا جبتها ب 100 ليرة. كان جراب للتليفون جايب ب 100 ليرة، السكرينة مركب سكرينة ب 80 ليرة. يعني الحاجات هنا بالنسبة للسعر حلوة، بالنسبة للجودة يعني مش أحسن حاجة بس حلو، مقارنة طبعا بالأسعار التانية اللي احنا بنسمعها. طبعا هنا في الميكروباص
بيبقى ليك وضع تاني لو انت طالب، لو انت ما انتش طالب كل واحد على حسب اللي هو فيه. يعني في كبار سن بيبقى له وضع، وفي اللي هم الطلاب بيبقى لهم وضع، في حاجات كتير يعني مختلفة، مش كل حاجة تبقى بعضها. طبعا احنا كده وصلنا للمدعكة، دي المدعكة كلها. المفروض ان احنا هنروح نركب اهو، البشاير خير اهو. الجماعة اللي بتجري يا عم. قديم ايه في كتير قوي، مش عارف ده تركب لها ازاي والله. كده نركب ازاي؟ هنركب فين؟ اركب اي حاجه. طبعا احنا ركبنا حالا بس مفيش ولا مكان فاضي، فهنستنى واقفين. احسن حاجه بقى نستغلها ونسمع القران. النقطة لا على مكان. الدنيا بتمطر يا جدعان بعد ما خلصنا الصلاة والدنيا بتمطر. لسه مخلصين صلاة حالا.
بتنطر عني جامد. بتنطر عني واحنا بنصلي بس. ربنا يستر عبدالله اول مره لا هو دخل يكلمني الكوتشي مش عارف يقول لي ايه. ايوه كان لا انا مش عارف مين. ماليش انا وهو. كان بيكلمك 10 تليفون بيقول لك الرقم ده مش معاك. غريب غريب هو هياخد الكوتشي ده اصلا. انا مسكته مين؟ بيقول لك ده انا سنه صغير ساعتها يا اسطى حاجه برضه بتضايقني جامد ان الموضوع زي السجاير. 3 دقايق وحاجات لك حاجه معينه وبتاع. هندخل